ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هعمل معاكم روتين ان احنا هنرتب المطبخ وهنرتب خزين البيت، المكرونات والحاجات دي. هنا كنت جايبه معايا ازايز فاضيه، اللي هي بنحط فيها عصاير او بنحط فيها ميه. جايباهم، وكمان العلب اللي انتوا شايفينها دي. هنحط في الازايز دي المكرونات. حطيت هنا المكرونه اللي هي العقل دي او المتوسطه. عبيتها كلها اهي، هعبيها في الازازه. كده عبيت اول ازازه وهقفلها كويس. طبعا ببقى غسلاهم. كنت غسلاهم كويس جدا ومنشفاهم برضو. اهم حاجه يكونوا ناشفين قوي قوي قوي، يعني ما يكونش فيهم اي نقطه ميه، ومتهويين كويس ومفهومش اي حاجه. في الازازه التانية هحط المكرونه الاسباجيتي. وعلى فكره هي بتشيل كميه محترمه، يعني هتبقى جميله معاكي، علشان انا بجيب المكرونات، ممكن اجيبها الاكياس الكبيره دي. فبتغلبني شويه ان انا ايه، اقعد كل شويه اطلع في كيس وادخل وكده، بيبقى مش حلو. انما الازايز دي كده الى حد ما هتحافظ عليها وهتخليها سهله في الاستعمال، او محكمه ان هي ما تقعش مني، ما تتبهدلش كده. دي تاني ازازه. هاخد التالتة زي ما انتوا شايفين معاكم كده، وهحط فيها الشعريه. على فكرة كده هتسهل عليكم قوي، وهتبقى منظمة وشكلها جميل قوي معاكم. انا كده هاملة الازازة دي كلها الشعرية. ما تنسوش يا بنات، زي ما انا قلت لكم، يبقى الازايز دي يا اما نظيفة، يا اما لو كان فيها حاجة نغسلها كويس قوي وننشفها. كده انا خلصت هنا الشعرية معاكم. وهقفل برضو الازازة كويس قوي. وكده ابقى عملت المكرونات. طبعا لو في ازايز عندك او برطمانات عادية برضو، هتشوفوا معايا بعد كده في الفيديو. كملوا الفيديو عشان تشوفوا الاخر انا بعمل ايه. معايا علب ومعايا برطمانات تانية عادية، ممكن برضو احط فيها. هنا العلب البلاستيك دي انا كنت جايباها. انا بحاول ان انا اجيب حاجة رخيصة على قد الايد، بس برضو نظيفة، ما تقلقوش، يعني حاجة كويسة. يعني كان عندي هنا البيكنج باودر. انا بجيب الحاجات دي كتير علشان بعمل كيكات وبعمل حاجات بيها يعني. وكان عندي مرقة وعندي فانيليا. فهجمع كل ده علشان يبقى سهل اهو. بقصه بعمله من بعضه زي ما انتوا شايفين كده. وهحطه كله في العلبة دي. كانت واحدة مفتوحة، انا كنت واخدة منها برضو، شلتها في العلبة معاهم. وهقفل العلبة كويس قوي. جيت في العلبة التانية، هحط هنا كان عندي نشا، بس مش هفضيه من الكيس بتاعه. يعني الافضل ان انا هحطه، بقول لكم اهو، هحطه بالكيس بتاعه احسن. وهقفل العلبة كويس قوي. هاجي في العلبة دي كمان، هحط هنا كان عندي كريم شانتيه. هحطه برضو، هقص الكيس. الافضل يعني ان انت تحطيه بالكيس بتاعه، علشان ايه؟ يبقى الدنيا ملمومة، يعني ما يتبهدلش معاكي وانتي بتفضيه. لو كان برطمان او علبة تانية، كنت ممكن فضيته من الكيس. انما العلبة دي الافضل ان انا حطيته بالكيس بتاعه، علشان برضو هي علبة صغيرة. فان شاء الله انا لو جبت برطمانات او علب اكبر من دي، اكيد هتفضيها من الكيس. بس الاحسن زي ما انا عملت كده، ان انتي تحطي الحاجة بالكيس بتاعها وتقفليها كويس قوي. كده انا حطيت معاكم المكرونات والحاجات اللي عندي. هبدأ بقى هنا في المطبخ. نزلت فضيت الرف كله، الحاجات اللي كانت فيه، وشلت الفرشة. همسحه كويس قوي بقى والمعه من بره ومن جوه. انا بقالي فترة كنت ما عملتهوش، علشان كده بمسحه. حطيت على فكرة المزيل او المادة اللي هي اللي انا بعمل بيها دي، بتاعة التنظيف، جميل جدا، حلو قوي، وبينظف يا بنات بطريقة جميلة جدا جدا. يعني لو في اي تسخات، في اي حاجة لازقة معاكي في الثانية، زي ما انتوا شايفين كده، بمسحها بيلمع زي ما انتوا شايفين. بصوا المطبخ لمع. طبعا مسحت الفرشة كويس قوي ونضفتها. هحطها بقى تاني، هرجعها مكانها. معلش انا كنت بعمل بايد واحدة لان مش عارفة اعمل كويس، لان المطبخ عندي مش ثابت، بينزل كده. فمش عارفة، كنت ماسكة بايد وبعمل بالايد التانية، مش عارفة اعمل كويس. كده هرص الكوبايات كلها في مكان واحد. معلش انا بحاول ان انا انظم المطبخ كويس شوية. انا من النوع اللي انا بحب يا جماعة التغييرات،
كتير قوي. يعني ممكن تلاقوني مثلا كل ما اجي انضف البيت اغير السرير من مكان لمكان، اغير في الشقة في المطبخ، دايما بحب اغير كتير قوي. فهتلاقوني في الفيديو في الحتة دي هغير كذا حاجة كده وهرجع فيها تاني، يعني هحطها وبعدين اغيرها تاني. تنسوش بقى الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واللايك المتين منكم عشان تشجعوني، عشان اعمل احسن واحسن، واعمل لكم فيديوهات تشجعكم، وروتين باذن الله ان شاء الله. وهظهر معاكم قريبا جدا. اللي حابب ان انا اظهر معاه واعمل روتين يقول لي في التعليقات وتشجعوني. اهو كده رصيت كمان الاطباق اللي هي بتاعت المهلبية او الجيلي او الحاجات دي، خليتها برضو في جنب لوحدها والكوبايات في جنب لوحده علشان نسهل على نفسنا. انا بجيب من الاطباق البلاستيك دي جنب يا بنات علشان خاطر عندي اطفال، فطبعا بجيب كل واحد بيقعد يقول لي يعني بنتي انا بحب البينك، ابني بيحب اللبني او الازرق، التاني بيحب اللي هو الاخضر. بنوتي الصغنونه دي انا بقى اللي بديها الموف او بديها اي لون لسه مش فاهمه. كده رصيت كل الاطباق زي ما وريتكم، والكوبايات الجنب التاني، وهنا حطيت الشفشق، ودي صفايه بتاعت رز حطيتها برضو. كده هنزل على الرف التاني همسحه برضو كويس قوي معاكم. ولمعت المطبخ كويس، وهبدأ برضو امسح الفرشة الاول وارجعها مكانها تاني، وارص بقى فيها الخزين بتاعي اللي انا عملته. احط كل الازايز بقى بالترتيب. برضو معلش الرف ده برضو مش ثابت فبينزل لوحده كده، فهضطر ان انا همسك بايد وهعمل بالايد التانية. انا ده عدس، وواحدة فيها الرز، بس الرز عندي خلصان لسه هجيبه، وواحدة فيها العدس بجبة او العدس الاسود ده. وحطيت المكرونات وحطيت العلب. كده هحط ده علشان بس افضي مكان علشان احط الباقي. كنت بحاول ان انا احطه فوق علشان افضي مكان يعني، بس هيبقى مش حلو قوي فوق. دي كوبايات كده بتاعت قهوة كنت هحطها هنا، ورجعت في كلامي بعد ما حطيت البيكنج باودر والفانيليا في العلبة المقفولة، لا رجعتها في حاجة زي درج كده صغير اهو. حطيت فيه اهو، حطيتهم، رصيت كل الفانيليا والبيكنج باودر والمرقة، وهحطهم عندي في الدرج، مش هحطهم عندي في العلبة. هنا بقى زي ما بقولكوا جبت كان عندي البرطمانات بتاعت المربى دي. انا البرطمان ده كنت مجلداه برضو بتاع مربى، كنت حاطه ليه جلاد كده. هشيله لان حسيت ان هو خلاص قديم وتوسخ شويه، فهشيله من على معلش انا اسفه. اتلخبطت من كتر ما انا بصوا الولاد واكلين دماغي يعني. البرطمان شلت الجلاد الحمد لله، جمعت معاكم، شلت الجلاد من على البرطمان. هبدأ بقى احط كان عندي الستيكر ده الصراحة ما اشتريتش يعني. انا بحاول اعمل حاجة من البيت، ما مش كل حاجة لازم نكلفها ونقعد نشتري بفلوس كتير، لا ساعات بيبقى مش معانا فلوس فنتصرف نعمل بأي حاجة معانا في البيت يعني. فاهو هقص على قد البرطمان وهجلد بيه البرطمان واخلي شكله جميل وهتشوفوه دلوقتي. مش لازم يا جماعة كل حاجة نكلف ونشتري من بره ولا، يعني ممكن لحد ما ربنا ييسر الحال نعمل بأي حاجة عندنا في البيت. يعني أي حاجة موجودة عندك في البيت اعملي لها إعادة تدوير وحطيها له، وإن شاء الله اللي بيرضى أكيد بحاجة قليلة ربنا بعد كده بيعوضه كويس جدا. والله يا بنات اللي بيرضى فعلا بعيشته ربنا بيزيده نعيم من عند الله يعني، وخير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولو عملتوا كده فعلا وكل واحد رضي بعيشته، مش محدش بص لحد في رزق حد، يعني انا مش هبص لغيري في رزقه، فاكيد ربنا بيديني وبيعوضني. كده خلاص انا جلدت البرطمان، وهعمل كمان برضو الغطا، وهعمل البرطمان التاني. كده اهو هجلد البرطمان التاني، وبحاجة بسيطة وسهلة معايا في البيت، ما كلفتش ولا اشتريت
ولا صرفت فلوس ولا اي حاجه. انتوا عارفين اليومين دول المدارس والدنيا مولعه مش في كل حاجه، يعني الواحد علشان كده انا بحاول اعمل حاجات تكون رمزيه او تكون بسعر بسيط كده. اهو تاني برطمان عملته، بحاول الم اول باول علشان انتوا عارفين انا ما بحبش، يعني حتى لو عملت معاكم روتين هتشوفوا ان انا كل ما حاجه بتفضى معايا لازم بغسلها على طول. يعني عملت طماطم مثلا خلطتها، برجع بسرعه اصبن الخلاط واشيله مكانه، فقبل ما باجي اخلص الصراحه ما بلاقيش ورايا حاجه. كده اهو هعمل بقص علشان الغطا. عملت بالقلم، رسمت الدايره بتاعه الغطا بالقلم وبقصها بالمقص. لو عملتي كده في حياتك نظمت اكلي ونظمت حاجتي ونظمت خزيني، وعملت زي ما انا بقولكوا تفرزوا حاجتكم والخضروات بالاسبوع، والصلصه بتاعتي برضو هعملها بالكام يوم او بالاسبوع، هتقعد معايا اسبوع عادي مفيش مشاكل في التلاجة. كل الحاجات دي بتسهل عليكي الامور وبتخلي الدنيا جميله وسهله. يعني انا حبه الحاجات اللي عملتهم بساط كده، تغييرات وحاجات من البيت، بس فرقوا معايا في شكل المطبخ، وبيديكي راحة نفسية وبيديكي طاقة ان انت تكملي وتبقى الحاجة اجمل واجمل. يعني شكلها حتى بيبقى شكلها جميل لنفسك، مش لازم لغيرك ولا اي حاجة، يعني لنفسي ادي طاقة لنفسي. كده عملت اهو. معلش انا عكست الغطيان، رجعتها مكانها. كده عملت البرطمانين. هحط بقى فيهم، بشيل الدنيا دي كده وهحط فيهم. دي كانت عندي قمح علشان كنت انا بجيبها بعمل بيها بليلة لاولادي يعني بيفطروا بيها. وده كان عندي فريك. كده مليت البرطمانين وهشيلهم. طبعا بتاخدي اللي بتحطي اللي بتقدري عليه في البرطمان، والباقي بتشيليه عندك في الكيس في اي ظرفة، ولما بيخلص بتزودي في البرطمان بتاعك. كده انا شلتهم في المطبخ. هاجي هنا بصوا الدنيا مكركبة خالص على الاخر، يعني عايزة اقول لكم ان الدنيا بايظة. عندي الخل والزيت، ودي اكياس فيها دقيق، ودي كانت كمامات كنت سايباها هنا. العلب دي برضو حاطه فيها حاجات خزين. كده شلت كله وطلعته. هبدأ بقى ايه برضو انضف الاول وامسح كويس جدا، وبعدين هرجع الحاجة تاني مكانها. بس هشوف ايه اللي انا محتاجاه وايه اللي انا مش محتاجاه، اظبط الدنيا كده وارجع الحاجة ايه تاني مكانها. هرجع الفرشة، رجع الزيت بقى مكانه والخل، علشان انا بستخدم الزيت اكتر فهخليه قدام، والخل يعني ايه مش بستخدمه طبعا طول الوقت كتير، وبعدين عندي منه بره فهخليه ورا. هدخل ده كده كيس فيه شعرية، لسه عندي فيه شعرية، وفي كيس فيه دقيق، والسبينر ده شايلاه لان انا بستخدمه في رمضان بس، او لما بيكون عندي عزومة كبيرة وحاطة عصير كتير يعني بحط فيه. عندي علب الحلاوة دي، علب الحلاوة الطحينية ما برميهاش برضو، دي عندي فاصوليا حطيتها في البرطمان. جبت بقى علب الحلاوة دي عملتها برضو بنفس الجلاد. بصوا قصيت الجلاد على قد علبة الحلاوة، وهجلدها كلها، هتبقى كلها زي طقم كده وشكلها جميل وزي الفل ومفيش اي حاجة. اهم حاجة الرضا. لو في رضا نفسي يا جماعة في الحياة، صدقوني الحاجة بتبقى جميلة حتى لو بأبسط التكاليف وبأبسط الخامات. هتلاقي نفسك راضية وعيشتك جميلة وزي الفل ومبسوطة، وأهم حاجة الستر والصحة، وربنا يكون راضي عنا الحمد لله يا رب، وربنا يسترها علينا في الدنيا وفي الآخرة، ويحفظ ولادنا جميعا يا رب، وكل واحد يا رب ربنا يعمل له اللي نفسه فيه ويحقق له أمنياته. اهو هعمل كمان الغطا، واديكم شايفين شكلها ما شاء الله، والله جميلة جدا. وقولي لي رأيكم بقى في الكومنتات شكلها ايه، واللي انا عملته ده يا ترى عجبكم ولا لأ.
وشكله حلو التغيير اللي انا عملته والنظام اللي انا عملته. عرفوني، ولو عجبكم اعملوا لي لايكات وشجعوني بقى ان انا اعمل حاجات احسن واحسن وروتينات اكتر واكتر. دي كده برضو حطيت فيها مش عارفة اسمها الصراحة، اللي هي اللوبيا تقريبا. حطيتها اهو، قفلت كويس. وكده ده الشكل النهائي بتاع المطبخ، ده اللي فوق. طبعا هكمل معاكم باذن الله، هعمل روتين تاني ان انا هكمل المطبخ، لان انا المره دي عملت التغيير ده بس كده اللي هو بتاع الخزين. هعمل معاكم ان شاء الله روتين